حكم التلفظ بالنية؟ يعني هل يجوز ان حد يقول نويت ان انا اعمل كذا، ولا هي النية في القلب خلاص؟ انت عندك النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بيتلفظ بيها؟ لا. في حد من الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي أي حد من العشر المبشرين بالجنة من الصحابة اللي شهدوا بدرا أحد الكلام ده؟ لا. مفيش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات، صح؟ إنما الأعمال بالنيات، تمام. طيب وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني معنى ذلك طب النية محلها فين؟ مش إحنا القلب. النية محلها؟ القلب. طب لماذا نتلفظ بشيء موضعه القلب؟ هو القلب بيتكلم؟ أحط إيدي كده على قلبك مثلا أقول لك ده أنا سمعت النية بتاعتك؟ موجود؟ مش موجود. وده اللي خلى جماهير اهل العلم، جماهير العلماء، قالوا لا يجوز التلفظ بالنية لانه لم يؤثر عن رسول الله ولا عن الصحابه. ودول خير الناس يا اخوانا، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ما عدا الشافعيه وقول ضعيف بيقول يجوز انك تتلفظ بالنيه لو انت عندك وسواس او لو انت مريض او لو الكلام ده. يعني حتى شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم قال لم ينقل عن احد من الصحابه. والاصل في العبادات انها توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني احنا نتوقف عند القران وعند السنه، ما ينفعش ان انا اتجاوز القران والسنه. لما انت تيجي بتشرع يبقى انت كده بتشرع من دون الله عز وجل. والاصل عندنا ان الذي يشرع لنا هو الله والرسول. وذلك ربنا ذم على الناس بيقول ايه؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. انت عندك حد بيشرع لك في الدين غير الله وغير الرسول؟ عندك؟ يبقى ربنا بعت الرسل والانبياء ليه؟ بعتهم ليه؟ ربنا قفل القضيه من 14 قرن، 1400 سنه. قل ان كنتم تحبون الله تابعوا. فاتبعوني. فعلامه المحب الاتباع. فانت لو بتحب ربنا او لو انت بتحب النبي او لو بتحب ربنا او النبي يبقى تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس كده خلصت. تمام. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.